دكتور عمرو عبد الحكيم عامر. دكتور عمرو اتفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضل. مبدئيا لازم نبقى فاهمين حاجه، ان الغرب لا يعني حقوق الانسان العربي. وما هي حقوق الانسان ما هي الا وسيله للضغط على دول العالم الثالث من اجل تنفيذ اجندات معينه، بمعنى ان احنا عندنا مليون عراقي اتقتلوا، اغتصبوا، تم اغتصاب الستات، قتل الشيوخ، قتل اطفال، ما شفناش حقوق الانسان اتكلمت على مستوى العالم كله. ليبيا بيتذبحوا كل يوم، ما فيش اي حاجه. كافه الدول العربيه اي حد بيموت فيها ما يسويش نكله بالنسبه لهم. فدي قاعده نمره 1. نمره 2، انا اتمنى ان تكون حقوق الانسان عندنا، ما عندناش مشكله انها تبقى موجوده بس مصريه خالصه. هو ليه لازم تكون حقوق الانسان مموله من الخارج؟ ليه ما تكونش حقوق الانسان دي مصريه خالصه ليس لها علاقه بالخارج وبتعالج المشاكل من خلال الداخل بس؟ وليه لازم نقعد ننشر غسيلنا الوسخ بره؟ وهل امريكا ما فيهاش مثلا، مش هقول لك الشرطه ملائكه، لا ممكن يبقى في انتهاكات للشرطه طبعا، في فساد في الشرطه وفساد في القضاء، وبيتناولوه في افلام. على فكره المجلس القومي لحقوق الانسان يعني بياخد منح من الخارج. المجلس القومي لحقوق الانسان بياخد منح من الخارج. يعني القضيه مش قضيه الخارج. انت ممكن تختلف واتفق مع حضرتك ان ممكن يكون في تشكيك في ان بعض التوجهات ممكن تاثر على دور مصر او كلام ماشي، ممكن افهم شكوتك. طب نسمعه يكمل وجهه نظره. اتفضل. هو معانا لسه ولا قفل؟ اتفضل. لا موجود. فبقول لحضرتك بالنسبه لحقوق الانسان اتمنى تكون احنا ما فيش مشكله، هيبقى في انتهاكات اكيد، وفي انتهاكات في امريكا وفي انتهاكات في كل دول العالم. ولو حضرتك دخلت على اي سايت الامريكان بيتكلموا عن الشرطه بتاعتهم بيشتموها طول النهار. فهي الشرطه مهاجمه في كل دول العالم مش في مصر بس على فكره. ده شيء موجود، واحنا يمكن احنا في ظروف استثنائيه دلوقتي ما ينفعش يطلع يقول ان ريجيني قتلته الشرطه المصريه وتستبق نتيجه التحقيقات. يعني انت يعني مش في حاجه اسمها تحقيق ومحكمه وهم نفسهم اللي طالعين جايين يحققوا معانا. طب انت كده بتدبسنا في حاجه زي دي، انت بتشتغل ضد الدوله ولا بتشتغل مع الدوله ولا بنحاول نعمل ايه؟ المفروض انا اتمنى ان حقوق الانسان اولا طالما هم شايفين ان التمويل ده شرعي ومفيش حصل فيه اي حاجه، مع ان احنا شفنا ناس كتير جدا قبل ثوره يناير كانوا ماشيين بشبشب زنوبه وصورهم باينه، وبعد ثوره يناير ما شاء الله ربنا فتحها عليهم، كلنا اتخرب بيتنا بعد يناير الا هم. يعني اللي خسر في البورصه واللي شغله وقف، وكل تقريبا الشعب المصري اتخرب بيته بعد يناير. دي حاجه فاكر صرف النظر انهم بقوا في حاله ثراء. يعني بقوا في حاله ثراء. حضرتك كده خش على فلانه شوف كانت متصوره عامله ازاي ودلوقتي عامله ازاي ما شاء الله. يعني منين؟ فانا على الاقل طيب ماشي حضرتك من حق الشرطه او من حق الدوله انها تعرف كل واحد دلوقتي ثورته كانت قبل يناير كام ودلوقتي كام، قبل التمويلات وبعد التمويلات. حاجه ما تزعلش. ده انت بتسال على ميزانيه الجيش وبتقول الجيش عايز ايه وكنت عايز تعيش في مجلس الشعب. طب من حق الشعب المصري يعرف فلان الفلاني. انا مش هتهم حد بعماله وخيانه والكلام ده غير بادله. لا انا اضم صوتي لصوت حضرتك. لو في حد ظهرت عليه مظاهر يعني مبالغ فيها من الثراء سواء حقوقيين او موظفين عموميين او حتى لو شخصيات، انت هتقول ان احنا محتاجين نعمل اقرار ضريبي او من خلال من اين لك هذا. في قوانين منظمه لده دون اطلاق. انا بتفق مع حضرتك تماما في ان احنا ما نطلقش الاتهامات المبالغ فيها والعماله والخيانه والصرف. في ماشي لو في حاجه كده والله حضرتك جبت الفلوس دي منين؟ حضرتك بتنفقها ازاي؟ هل جايبها من المخدرات؟ هل جايبها من العماله؟ هل جايبها من الجاسوسيه؟ هل جايبها من شغلك وعلى جبينك؟ من حق اي حد طبعا انه يشوف ده. اذا كان حد الموظف عمومي فجاه لقينا عنده كميه اراضي، كل ده انا مع حضرتك فيه، وده لا يخل بحقك كمواطن وحق الوطن. ويعني دي حاجه يعني بالتاكيد انا بشكرك على ان حضرتك اشرت للنقطه دي لانها كانت فعلا جزء من حلقتنا. مهم ان احنا نشير الى ان لو في حد متورط في حاجه مبالغ فيها كده بالفعل من حق الوطن انه يعلم علشان نبتدي الطريق صح. بس انا برضه برجو من حضرتك ان ما ينفعش النهارده تشكك في القضاء وتشكك مين يا فندم شكك في القضاء؟ بالعكس ده انا طلعت حكم قضائي وقلت القضاء عنوان الحقيقه. لكن انا يعني ممكن اقول لحضرتك ان معلش حضرتك اديني فرصه وانت عندك برنامج قول لي. انا اسف انا والله بس عشان الصوت ما وصلني مش كويس فيا ريت الصوت يعلى شويه في الاستوديو. انا بيتهيألي انه بيسكت فبتكلم. هقول يعني ببساطه يعني حضرتك اللي قاله سياده اللواء ان تم مداهمه 5000 شقه. المعلومات بتوصل على الفيسبوك او للميديا نص معلومه مش معلومه كامله، لكن ما قالش انها شقق مفروشه والاف المعتقلين. الكلام اللي انت عارفه على الفيسبوك والاخوان ياخدوه يضربوه في 20 ونبتدي بقى نزيط على الموضوع ونكبر الدنيا.
اعتقد احنا مش المرحله دي مش مرحلتها خالص. احنا في مرحله زي الزفت. احنا عندنا ناس بتموت في سيناء، عندنا ناس بتموت في القاهره، عندنا شهداء كل يوم. احنا في مرحله حرب على الارهاب، وعندنا حصار اقتصادي بطريقه مباشره او غير مباشره. فانا مش ممكن اكون، حتى لو انا شايف اخطاء في وطني، وانا ممكن اكون انا شايف كعمرو اخطاء في وطني، لكن التوقيت مهم جدا. وده الفرق بين اللي بيخاف على وطنه وما بيخافش. في توقيت، انا في توقيت معين ممكن اسكت لان في الضرر اعلى، وفي توقيت تاني ممكن اتكلم. التوقيت اللي احنا فيه ده بالحرب اللي شغاله علينا، ببيان الاتحاد الاوروبي الاخير نتيجه اللي بيحصل، انت فتني في ايه؟ انت ضربت دوله كامله. احنا ممكن نقف في غلطات، ممكن نقف الغلطات. انت كمنظمات حتى مش كلكم ملائكه. يعني في ناس ممكن يبقى في ناس برضه اختنت وعملت قرشين وسبوبه، وفي ناس كويس زي الشرطه زي اي مؤسسه ثانيه. كل ما كان فيه كويس مش عايزين نعمم، لان ثقافه التامين دي قتلتنا. طب اسمح لي اقول لحضرتك حاجه يا استاذ محمد. دكتور عمرو، النهارده الرئيس عمل اجتماع مهم جدا، والحقيقه انا شايف ان دي خطوه مهمه يعني تساعد على الخروج من اللخبطه اللي حصل دي، واللي انا بحمل جزء منها للاداء الرسمي في التعاطي مع هذا النوع من المشكلات اللي ما وقعش فيه يمكن نظام مبارك قبل كده، في ظل برضه تقارير كانت يمكن اصعب وهكذا. اولا الرئيس النهارده اجتمع مع وزير الداخليه، وزير الخارجيه، وزيره التضامن الاجتماعي، مستشاره الرئيس للامن القومي، ورئيس المخابرات العامه. واجتماع كان هدفه، حتى لو تشوف كده على شريط الاخبار في اغلب القنوات النهارده، هدف الاجتماع كان هو بحث كيفيه التعاطي مع الصوره السلبيه اللي متكونه عن مصر، وتحسين صوره مصر امام الراي العالمي. انا شايف ان دي اول خطوه تاخدها الدوله كرد فعل حقيقي وصريح وبسرعه مع الهجمات اللي بتتعرض لها، وده اللي احنا بنقوله. انا بقول ان احنا مش عايزين يعني نتعامل بنوع من البانيك، خلاص الاتحاد الاوروبي قفل علينا، خلاص مش عارف ايه. لا، احنا ما زال عندنا الفرصه كنظام وكدوله وكشعب ومؤسسات واجهزه امنيه واجهزه سياديه ان احنا نخرج بره هذا المأزق من خلال شفافيه، من خلال حاله انفتاح، من خلال يعني فتح المجال العام. احنا والله مبين، لا احنا ما احناش خايفين من الخارج، نحن نستطيع ان نتعامل بثقافتنا ونتعامل بوطنيتنا ونتعامل بمصريتنا حتى مع اموال قادمه من الخارج قد يشك البعض فيها وقد لا يشك فيها البعض. اللي اخذه الرئيس النهارده لما يترجم بكره لبعض الخطوات من المجلس القومي لحقوق الانسان، يبدا يكشف على السجون ويطلع تقارير يحسن بيها التقارير السابقه، اما يحصل البرلمان يحاول يعمل برضو تشريعات او تفعيل للتشريعات. في حلول. انا مش بقول ان احنا خلاص ظهرنا للحيطه، ما زال امامنا مساحه من الامام ناخد خطوات لقدام. الخطوات لقدام مش ان احنا نقعد نتهم في بعض ونخون ونرمي بعض بالباطل وبالحق، وانت زعلان من 19 منظمه فبتشتكي 3500 منظمه وهكذا. طب نسمع. اتفضل يا استاذ دكتور عمرو. انا ضد يا فندم تدخل الخارج. كلنا ضد التدخل الخارجي. لا، ما هو انا ما اديلوش فرصه، ما انا ما بروحش اديله تقرير واقول له انت بتتدخل ليه؟ الخارج عمره ما هيعوز مصلحتك ولا يهمه حقوق الانسان. انا قلت حاجه حضرتك، اسمح لي يا دكتور عمرو، في ثلاث انواع من التقارير. تقارير بتقدمها منظمات اهليه، تقارير بتقدمها الجهاز الحكومي لحقوق الانسان زي المجلس القومي لحقوق الانسان، وجهاز ورد بتقدمه الدوله. الثلاثه بيتحطوا كده على الترابيزه وبيحصل نقاش. مش انا اللي اخترعت الاليه دي للاسف، لو انا كنت سحبتها، لكن الاليه دي معمول بها في العالم كله. حتى مصر اما بيحصل انتقاد مثلا لحقوق الانسان في البحرين او في بلغاريا او في جنوب افريقيا، تبص تلاقي ان مصر حتى داخله تدي مداخلات، والله انتوا عندكم انتهاك في كذا، والله ده في تقرير بيقول كذا، بنوصي مصر بنوصي جنوب افريقيا بكذا. فده امر خلاص اصبح آلية دوليه. اخير بقى من الدكتور عمرو. اتفضل يا دكتور. بص يا فندم، انا شايف ان برضو في تقارير بيبقى فيها مبالغ فيها وبيتم يعني تناولها. طبعا انت عندك كميه ناس مستنيه ان هو يتم المبالغه في اي تقرير، والسياسه اللي هو الحاجات اللي هو قالها ان اصل في ناس اتحكم عليها واصل الحكم ظالم واصل تلفيق حكم واصل مسيس. لا، انت كده بتهد دوله، انت كده خرجت عن اطار حقوق الانسان او خرجت عن اطار ان انت عايز تصلح دوله. انت بتهدم في قضاء. لما اهدم في قضاء واهدم في شرطه ما بقاش في دوله عندي. انا احارب دولتي زي ما انا عايز، انزل اقول اللي انا عايزه. حضرتك يا دكتور عمرو قريت النهارده مقاله الاستاذ عبد الله السناوي في الشروق، وكان بيتكلم فيها عن كل الشكاوي اللي حضرتك قلتها، وقايل حتى طريقه ومخرج ومسار الحل. يعني يا ريت حضرتك ترجع للمقاله دي، لان فعلا المقاله دي اولا مش جايه من فراغ، معروف الكاتب
وارتباطه بمؤسسه الرئاسه وارتباطه مش مرتبط هو بيدعي مش مرتبط هو بيدعي ما عملش حاجه الراجل ما غلطش بالعكس ده الراجل بيحط لنا لا ده راجل يساري هو اليساري حاجه وحشه يساري قبل ما يبقى نصيري هو دكتور عمرو يعني حضرتك تقرا برضه المقاله دي مهمه جدا في النهايه كاتب له ثقل وله ثقل ايوه بس ما هوش مع الدوله يعني مع الاخوان يعني. دكتور عمرو بتوجه لك بالشكر. استاذ محمد الشيمي من لندن. استاذ محمد اتفضل. دكتور محمد الشيمي اتفضل. مساء الخير اولا، مساء الخير على الحضور. وانا ليا تعقيب بسيط جدا جدا اتفضل. الساده النشطاء الحقوقيين والمجتمعات المدنيه هل ما فكروش وسالوا نفسهم الناس او اليوروبيان كوميشنر دول بيديهم فلوس ليه؟ او الجهات الخارجيه دي بتديهم فلوس ليه؟ هل عشان دون